نجهز السمنه اللي هستخدمها للقرص وهي بيورلاند الحلوب، السمنه اللي بصراحه مش هقدر استغنى عنها بعد كده. الريحه والترميله والطعم حكايه، مش بس عجبتني وعجبت صحابي كمان. ما عملتش منها كيلو واحد، ده انا عملت 5 كيلو. الطعم خطير، الريحه قلبت الشارع كله، مش البيت بس، لا الشارع كله بجد. طلع شويه قرص من تحت ايدنا النهارده، حاجه كده ايه بألف هنا وشفا للي اكلوها. تعالى اقول لك، هات الطبق يا ست الكل وحط فيه كوبايه ونص من الحليب الدافي، وخدي عليهم معلقتين كبار من السكر، وهتاخدي عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه. بس كده، ايوه بس كده، وقلبيهم التقليبه التمام، واركني الطبق على جنب علشان خاطر الخميره تتفاعل وتشتغل معاكي. دي طبق تاني وحطي فيه كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من السمسم، رشه ملح خفيفه كده، يعني تقريبا ايه ربع معلقه. وبعد كده كمان هتبداي تحطي عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وتقلبي الخليط ده على بعضه قبل ما تضيفي عليه اي مكون تاني. تمام. وبعد كده نجهز السمنه اللي هستخدمها للقرص وهي بيورلاند الحلوب، السمنه اللي بصراحه مش هقدر استغنى عنها بعد كده. الريحه والترميله والطعم حكايه، مش بس عجبتني وعجبت صحابي كمان. يلا بينا نفتح كده وناخد الصفايح زي ما هي، ندفيها على النار يا دوب بس السمنه تفك معانا. كل تفاصيل بيورلاند الحلوب هسيبها لكم في رابط تحت الكومنتات، تضغطي على الرابط تعرفي كل التفاصيل. عايزه تشتريها بقى، عايزه تعرفي كل التفاصيل، موجوده في الرابط اللي هسيبه لك تحت في الكومنتات. ويا دوب السمنه تدفى هتحطي على كل كيلو من الدقيق كوبايه واحده بس من السمنه. وانا كنت عامله 5 كيلو زي ما قلت لكم، فعملت ميكس بين السمنه البقري والسمنه الجاموسي. عجبتني ريحتها جدا، وبصراحه عجبتني طعمها قوي قوي في القرص. يعني اللي بيسالني عليها هاتيها وانت قلبك جامد. ما انا خدت وعد منهم ان المنتج اللي هيوصلك هو المنتج اللي وصلني. بعد ما حطينا السمنه على الدقيق هتفضلي تبس في الدقيق لحد لما يتشرب كل كميه السمنه اللي حطيتيها، وتظهر معنا بقى ريحه سمنه بيورلاند الحلوب. بعد كده هتجيبي خليط الحليب والسكر والخميره وتضيفيه على الدقيق على طول، وتبداي بقى ايه تعجني. القرص ما بتاخدش معانا وقت كتير في العجن، بس بحب افكرك يا رب اللي تحط اللايك والكومنت الجميل تحت في الكومنتات، ربنا يرزقنا واياكم فرحه كبيره تتعجب لها اهل السماوات والارض. قولوا امين. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. عجنت القرص بتاعتك يا ست الكل ولمت معانا وبقت بالشكل القمر ده. هتسيبيها تستريح لمدة ربع ساعة بس، وبعد كده على طول نكون جاهزين ان احنا نشكلها. وهنجيب بقى قطع القرص، كل قرصة هتكون بوزن 50 جرام، هتطلع معاكي مظبوطة وزي الفل. اهم حاجة بقى هتجيب الصينية بتاعتك وما تدهنهاش اي حاجة خالص، هترصي فيها القرص وتسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية، ما هي لسه كور. وبعد كده هتبدأي تفرديها، وبسكينة او شوكة هتبدأي تعملي فيها فتحات بسيطة علشان خاطر القرص المبسوسة تكون رقيقة شوية عن القرص الطرية. فهتفرديها كده وتعملي فيها الفتحات بالسكينه زي ما قلت لك، وهتسيبها تختمر لمده ساعه في مكان دافئ علشان خاطر الجو ساقع. بعد كده يا ست الكل هتولعي الفرن بتاعك على درجه حراره 180، وهتبداي في تسويه القرص. انا عن نفسي سويتها في الفرن الفلاحي، ما هو فلاحه اصلي بقى، من اول السمنه لحد طريقه القرص لحد التسويه كمان. يلا بينا. وبعد ما سوينا القرص ما شاء الله على درجه حراره كده ايه في الوسط، بقت جميلة ما شاء الله زي ما انت شايفة. اظن تجربي القرص بنفس الطريقة ونفس المقادير وانت قلبك جامد ومطمنة. بألف هنا وشفا اللي هيجرب القرص بنفس الطريقة، ومع السلامة.